فانا اقول لاستاذ رضا اهلا وسهلا بيك في قناه طبعا بتاع استاذ رضا السني، عشان نبقى عارفين السني ده معروف. لو ابتدينا نصور ان شاء الله هنصور مثلا في موضوع الزبره، استاذ رضا هيصور في الزبره. دي الزبره العاديه اللي احنا بنقول عليها العاديه، اللي هو في متناول كل واحد فينا دلوقتي، مع ان اسعارها بقت عاليه دلوقتي في استاذ رضا، بس هي يعني في متناول الكل. عصفور على فكره، عصفور الزبره ده عصفور جميل جدا في الشغل شتاء وصيف، ينتج كتير يموت كتير، شتاء وصيف ان شاء الله، وربنا يكرم. والعصفور ده طبعا بيبيض من 5 ل 6 بيضات بسم الله ما شاء الله. ولو ربنا كرم فيه ربنا بيكرم فيه كويس قوي. نعم بيبقى في نسبه اموات، بس الزبره عامه معوضه. عصفور على فكره نشيط جدا عدد يعني بيرمي عدد، وعصفور نشيط جدا جدا جدا، وعصفور بسم الله ما شاء الله يحب يتفرج عليه ويبني بيته ويعمل حاجته. وطبعا الزبره مش نوع واحد، يعني استاذ رضا بيصور اهو الزبره العاديه وهي مش عاديه، فيهم بلاكات وفيهم حاجات للسي اف، فيهم حاجات بيض قطمه. تمام. ده طبعا في لايف باك ودول طبعا فيهم الهاب اورانج، استاذ رضا عارف طبعا بنصور عليه. دول هاب اورانج، ودول برضو احجام كده، يعني كل شيء كان هاب اورانج بره عشان. وده طبعا في حاجه هنا 3 انواع هنا او نوعين هنا، في نوعين هنا 3 انواع هنا عامه. في فراوله، في حاجه اسمها شيك وينجز اللي هو العصفور ده، غير الجولدن بريس. الفرق بين الجولدن بريس وشيك وينجز، الجولدن بريس هتلاقي من ار اسود يا استاذ رضا لو ركزت فيه اهو. ايوه ماشي تمام، دي كده معلومه. شيك بريس ده او الجولدن بريس ده عصفور نحاسي او فضي. وغير كده وكده بص العصفور الجميل ده يا استاذ رضا، ده اصل اسمه جراس. اصل اسمه ايه؟ جراس او كان بيقول عليه ده ان القسيس. بسم الله معانا دي ومعانا دي. ده الذكر، الذكر ده ودي الانثى. الذكر هتلاقي علامته بنقاره احمر خالص يا استاذ رضا زي الزبره، ان تحس انها برتقاني. تمام. ودول فون على فكره. تمام. وفي حاجه جميله برضو هنا برضو، ده حسون عامه، ده الحسون الجبلي بيقولوا عليه شنشل جبلي مع كناريا. بسم الله ما شاء الله. ده عصفور جميل يعني. وعلى فكره العصفور ده بقى عصفور جميل جدا زي الحسون وزي الكناري. تمام. هو مش معروف هنا في مصر عامه، بس هو ده اسمه حسون الجبل عامه. كل الجديد عندك. ربنا يبارك لك يا استاذ، ربنا يبارك لك.